خليني أسألك سؤال بسيط كده. كم مرة قلت لنفسك أنا المرة دي اتعلمت مش هغلط الغلط ده تاني؟ وبعدين تكتشف إنك وقعت في نفس الموقف بنفس الطريقة بنفس الوجع، وتقعد تسأل نفسك هو أنا مش بتعلم؟ هو أنا غبي؟ الحقيقة لأ، أنت مش غبي وأنت مش فاشل وأنت مش ضعيف، لكن في حاجة أعمق بتحصل جواك، وهي دي اللي هنفهمها النهاردة سوا. ليه بنعيد نفس الغلط رغم إننا عارفين إنه غلط؟ وليه أوقات بنبقى شايفين التحذير قدامنا وبرضه نكمل كأننا مش شايفينه؟ النهاردة هنتكلم بالعقل وبالقلب علشان نفك شفرة التكرار دي. العقل البشري عنده جزئين رئيسيين: العقل الواعي اللي بيقرر، بيحلل، بيفكر، بيخطط، والعقل اللاواعي اللي فيه المعتقدات القديمة، التجارب والمشاعر اللي اتخزنت من وإحنا أطفال. لما تيجي تعمل تصرف جديد أو تتجنب غلط قديم، اللي بيشتغل في الأول هو العقل الواعي، بس اللي بيسحبك من غير ما تحس هو العقل اللاواعي. يعني ببساطة أنت ممكن تكون مقتنع إن التصرف ده غلط، بس جوارك في عمقك في حاجة بتقولك بس ده مألوف، ده مريح، ده آمن. وهنا تحصل المصيبة. العقل اللاواعي يختار المألوف مش الأفضل، فيقرر نفس الغلط علشان يحس بالأمان حتى لو النتيجة وجع. خليني أديك مثال بسيط. بنت دايما تختار شخص يبعد عنها أو يعاملها ببرود، كل مرة تقول لا، المرة الجاية لازم أختار راجل ناضج عاطفيا. بس لما يظهر الشخص الناضج ده تحس إنه ممل. ليه؟ لأن اللاواعي بتاعها اتبرمج من زمان إن الحب يساوي وجع، يساوي سعي، يساوي قلق. فلما تلاقي راحة وهدوء تحس إن ضارت. نفس القصة بتحصل في الشغل، في الصداقات، في قراراتنا اليومية. إحنا مش بنختار اللي ينفعنا، إحنا بنختار اللي يشبه القديم، حتى لو القديم ده هو اللي كسرنا. لو بتلاحظ إنك بتعيد نفس الغلط، اعرف إن ربنا بيلفت نظرك إن لسه في درس ناقص تتعلمه. كل تكرار مش عقاب، هو فرصة. كل مرة بتقع بتقرب خطوة من إنك تفهم ليه وقعت أصلا. فبدل ما تلوم نفسك، اسألها أنا ليه بختار ده كل مرة؟ أنا بدور على إيه من الغلط ده؟ إيه الإحساس اللي بيديني راحة مؤقتة؟ ساعات الغلط بيريحنا مؤقتا بس بيأذينا بعدين، زي اللي بيهرب من مواجهة أو بيكتم غضبه أو بيسكت علشان ما حدش يزعل منه. ده مش ضعف، ده نمط محتاج يتشاف. طيب نعمل إيه؟ خليني أقولك 3 خطوات لو التزمت بيهم هتبدأ فعلا تكسر النمط ده. قبل ما تاخد أي قرار أو تدخل أي علاقة أو موقف، اسأل نفسك هل أنا بختار من وعي ولا من عادة؟ كل مرة تقع في نفس الغلط اكتب اللي حصل. ايه اللي جذبك؟ ايه احساسك وقتها؟ ايه العلامة اللي تجاهلتها؟ لما بتكتب اللاواعي بيبدأ يطلع على السطح. مش كفاية تغير السلوك، لازم تغير الإحساس اللي وراه. يعني لو كنت بتختار الغلط علشان تحس بالأمان، دور على مصدر أمان صحي بدل ما تعيد نفس الدايرة. عاوزك تطمن، كلنا بنغلط وكلنا بنكرر، بس الوعي هو أول خطوة في طريق التغيير. افتكر دايما إنك مش محتاج تبقى مثالي، انت بس محتاج تبقى صادق مع نفسك. ولو الفيديو ده لمس حاجة جواك، خد لحظة واكتب في الكومنت أنا بدأت ألاحظ نمطي. وما تنساش تعمل لايك واشتراك علشان نكمل الرحلة دي سوا، لأن الحلقات الجاية هتفتح لك أبواب جديدة لفهم نفسك أعمق.